فيديو النهارده ان شاء الله انا اعلمكم ازاي نعمل التصميم ده في اقل من 10 دقايق بس بكل الاليمنت. هسيبها لك كمان في الديسكريبشن. عشان نبدا في التصميم هنعمل نيو بروجكت ونخلي السايز بتاعه 1080 في 1080. هنخش على اللايرز بتاعتنا او الحاجات اللي هنشتغل عليها. هنسحب اول حاجه الصوره بتاعتنا اللي هي المين بتاعنا دي ونخليها مثلا في المكان ده. علشان نظبط كل حاجه قبل ما نبدا في الشغل بتاعنا دايما لازم نعمل نيو جايد لاي اوت عشان نبقى عاملين بليد اوبشنز اللي بنحطها في التصميم بتاعنا. وهننزل تحت التصميم او الصوره اللي اشتغلنا عليها دي هنعمل نيو لاير، وبعد كده هنجيب الفرشه الفيدد نخليها بالشكل ده ونخلي الفلو 10%، الاوباسيتي 100%. بعد كده هنكبر الفرشه شويه ونعمل زي ظل كده من تحت عشان يبين بس ان الحاجه دي واقفه على الارض. جميل جدا. هنعمل ايه تاني؟ هنجيب دايره وتحت الكلام ده كله هنقفل طبعا الستروك كده، نخلي مثلا باللون ده ونعمل دايره كبيره كده وندوس كنترول حرف الاي ونعمل لها سنتر بالشكل ده، نرفعها كده في الجزئيه دي من فوق. جميل جدا. هنخش هنا برضو هنسحب الباك جراوند دي ونعمل لها كليبنج ماسك عليها ونشدها كده شويه. جميل كده. نعمل ايه تاني؟ هنحط اللوجو بتاع دبي فون نخليه بالشكل ده في المكان ده مثلا، وممكن نحط عليه نخلي كلر اوفرلاي بتاعه ابيض يعني يبقى بالمنظر ده كده، ونحط الكيو ار بتاعتنا دي برضو هنا نصغر حجمها كده شويه ونجيبها في الجزئيه دي، وليكن ده الكيو ار اللي يعني نسكان عشان نقدر نحصل على المنتج. هنكتب بقى التكست بتاعتنا هنا، ممكن بس نرفع لوجو والكيو ار دي فوق شويه. تمام. هنكتب التكست بتاعتنا، هنجيب فونت بتاع مونتيرون خلي مثلا ميديوم، نكتب all your gadgets in one place ونخلي الاثنين دول سنتر مع بعض، نحطهم في جروب ونعمل لهم سنتر بالشكل ده ونرفع دي كده فوق شويه. ممكن نيجي عند السمارت تابلتس دي او الحاجات اللي احنا شغالين عليها دي نصغر حجمها شويه كده او ننزلها لتحت بالظبط، ونعمل مثلا في الحته دي كده شيب او نخليه نعمله بالريكتانجل افضل. ناخد مثلا اللون ده ونعمل شيب بالشكل ده كده ونعمل له سنتر، وناخد اللون ده نخليه هو الشيب بتاعنا ونكتب جواه مثلا تكست تانية باللون الابيض. نكتب مثلا نخلي تابلتس سمارت فونز مثلا ونصغر حجمها كده شويه عشان ندخلها في الشيب اللي احنا عملناه. طبعا ممكن نعمل حاجه كمان، نيجي على الشيب ده نخليه مثلا كلر اوفرلاي بالظبط عشان يدينا الايفكت ده. جميل جدا. نكبره شويه كده. تمام. ممكن نيجي تحت هنا ونحط الايكونز بتاعه السوشيال ميديا، وليكن هتبقى كده هنا مثلا نحطها في الجزئيه دي ونكتب مثلا باي فون، وليكن ده اللينكس بتاعتنا. طبعا الفيديو ده مش ترويجي خالص لدبي فون، ولكن هي اللي جت قدامي لما كنت عاوز انفذ فكرة زي دي. ممكن الناحية التانية نكتب مثلا ده وليكن الكونتاكتنج، ممكن نعمل كده نجمة 2 1 2 3. طبعا عشان نخلي اللاير او الكلام جاي من الشمال لليمين هاجي عند تايب وبعد كده ادوس لانجويج اوبشن واخليه ليفت تو رايت. تمام. جميل جدا. ممكن كمان نعمل حاجه نخلي دي كده بعيد شويه ونجيب الشيب او شكل الشيب بتاع الكول اللي هو ده نخليه هنا كده مثلا، ممكن نكبره شويه وليكن ده الكونتاكتنج بتاعنا. ممكن نخلي الفونت ده بول يعني يدينا شكل احسن. وبس كده انت عملت التصميم بتاعك في اقل من 5 دقايق بالظبط وعملت تصميم قوي جدا. احنا ممكن نضيف حاجه كمان، نيجي على الشيب بتاع الصوره اللي احنا شغالين عليها ده نبدا نلمع فيها شويه او ندي اضاءات فيها. هننزل عليه كيرفز، ممكن مثلا نغمق كده سن من هنا. تمام. ممكن نحط عليها برايتنس شويه، وتحت منها مثلا نعمل نيو لاير ونجيب الفرشه الفيدد وباستي وفلو 100%، ونعمل مثلا وليكن نقطة باللون الأبيض. بعد كده نخليها كلر دوج بحيث انها تدي الريفليكشن او الافكت اللي جاي من الظهر ده. وبس عملنا الديزاين بتاعنا في اقل من 5 دقايق. تصميم قوي جدا، معانا إيليمنت خفيفة. طبعا لو معاك وقت زيادة ممكن تعمل تصميم احسن من كده، وان شاء الله الفترة اللي جاية هننزل على القناة عندنا توتوريالز جامدة جدا. خليكم معانا.